هذا الرجل كانت نيته منذ اللحظة التي وطئت قدماه فيها الصحراء نية سوداء. حتى جملة الأعمى الذي حمل أثقاله سنين طويلة تركه يغوص في قلب الرمال ليتخلص من عبئه، لكنه لم يكن يعلم أن اللحظة التي قطع فيها الحبل كان القدر يلف حول حياته حبلاً أشد إحكاماً. وبعد ساعات قليلة فقط ردت الصحراء عليه جوابها. كان قيس من أولئك الرجال الذين يقضون أعمارهم كلها وهم يؤمنون بخطيئة واحدة: أن الدنيا لا تدور إلا لمصلحة الأذكياء الماكرين. تعلم منذ طفولته أن الشفقة ضعف، وكان أبوه يردد دائماً: في الصحراء لا ينجو إلا الأقوياء. فنقش قيس هذه الجملة في ذهنه نقشاً مقدساً، وبعد سنوات حين أصبح تاجراً تحول هذا الاعتقاد إلى رجل يقدم الربح على الإنسان ويرى الحيوانات مجرد أدوات، ويعتبر كل ما يبطئه عدواً له. وفي قافلته كان هناك جمل أعمى، حيوان كان يوماً أقوى جماله. سنوات طويلة حمل أثقال قيس في الحر والبرد بلا شكوى، لكن قبل أشهر وفي ليلة عاصفة جرحت الرمال الحادة عينيه ففقد بصره. ومنذ ذلك اليوم كرهه قيس. كان يقول: الجمل الأعمى يعني البطء، يعني الخسارة. وكان الجمالة يقولون له مراراً: يا سيدي، هذا الحيوان خدمك سنين طويلة، دعه يبقى. لكن قيس لم يكن يرى إلا شيئاً واحداً: حيواناً لم يعد ينفعه. وفي يوم الرحيل حين دخلت القافلة الصحراء انحرف الجمل الأعمى عن الطريق أكثر من مرة، فقال قيس بغضب: هذا الحيوان لا يفعل سوى تأخير القافلة، وإن استمر هكذا فسأخسر. وعند الظهيرة خر الجمل من شدة التعب، كان نفسه ثقيلاً، لكنه ما زال يحاول أن ينهض. تقدم قيس، شد الحبل وقال: انتهى الأمر، لا أستطيع أن أحمل عبء جمل أعمى أيضاً. سكت الجمال، لم يجرؤ أحد على الاعتراض. أخرج قيس خنجره الصغير ليس ليؤذي بل ليقطع الحبل فقط. كان صوت الحبل وهو يقطع في صمت الصحراء أشبه بحكم نافذ. تقدم الجمل الأعمى خطوات قليلة تائها ووحيدا، لا يفهم ما الذي حدث، ثم توقف، كأنه أدرك أنه لم يعد هناك أحد خلفه. قال قيس دون أن يلتفت إليه ولو مرة: الصحراء ستتولى أمره، ليس لدي وقت للشفقة. وسارت القافلة، لكن الصحراء لا تترك ظلما بلا جواب. هبت نسمة باردة وتبادل الجمالة النظرات. لم يفهم قيس، لكن الصحراء فهمت. فالنسيم البارد الذي هب بعد قطع الحبل لم يكن مجرد ريح عابرة، كانت الصحراء ترسل إنذارها، غير أن قيس كعادته لم يفهم أي إشارة. ابتعدت القافلة، وبقي الجمل الأعمى وحيداً بين الرمال، حائراً لا يدري ما يجري. تقدم خطوات ثم توقف، ثم عاد يمشي، لكن بلا وجهة، فعيناه لم تعودا تبصران شيئاً. وفي تلك اللحظة في مكان بعيد كان شيخ ضل طريقه في الصحراء، يمشي ببطء، ثيابه مغبرة، ماؤه قليل، لكن نظرته دافئة. منذ الصباح وهو يبحث عن مخرج، لكن الرمال كانت تغير الطريق كلما تقدم. وحين سمع وقع أقدام الجمل توقف وقال بدهشة: أأنت؟ ماذا تفعل هنا وحدك؟ اقترب منه، وحين أدرك أن الحيوان أعمى ارتجف قلبه. وضع يده على عنق الجمل، فهدأ الحيوان كأنه يعرفه منذ سنين. تمتم الشيخ قائلاً: لقد تركوك، لكن لعل الله أرسلك لتنقذ أحداً آخر. أخذ إناء الماء الصغير وسقى الجمل قطرة قطرة،
رفع الجمل رأسه ببطء. ابتسم الشيخ وقال: لا تخف، ما دمت هنا فلن تكون وحدك. لكن في الجهة الأخرى من الصحراء كان قيس يدخل منطقة يخشاها حتى أمهر الجمال. اشتد الهواء وبدأت الرمال تدور، وكان القدر يقترب بهدوء. دار الريح حول القافلة ككائن غاضب، ارتفعت الرمال وهبطت وابتلعت الطريق، وقيس الذي كان يظن أنه يعرف الصحراء أدرك الآن أن الصحراء حين تشاء لا تعرف أحداً. صرخ الجمالة: الرمال تنزرق، انتبهوا! لكن قيساً لم يهتم إلا بشيء واحد: الأحمال، أنقذوا الأحمال والذهب أولاً. كانت هذه آخر جملة سمعها رجال القافلة منه، فبعد لحظات اجتاح موج من الرمال المكان كستار كثيف. اختفى صوت أجراس الجمال واختفت أصوات الرجال، وحين هدأت العاصفة كان قيس وحده، لا جمل ولا مال ولا رفيق ولا حتى أثر يدل على أين ذهبت القافلة. وكانت قدمه تؤلمه بشدة، لم يبق إلا هو، والصحراء تمتد كأنها لا نهاية لها. خط قيس خطوات قليلة، لكن الرمال كانت تنزلق تحت قدميه. كانت الشمس تميل إلى الغروب، والظلال تمتد حوله كأصابع طويلة. العطش يحرق حلقه، وقدماه تزدادان ثقلاً. لأول مرة في حياته انكسر كبرياء قيس. همس قائلاً: لما حدث هذا؟ لكن الصحراء لم تجب. كانت الصحراء تكتفي بالنظر. مضى قيس يمشي بلا هدف، بلا اتجاه. كل خطوة كانت معركة مع الرمال. كان أحياناً ينزلق وأحياناً يسقط ثم ينهض من جديد، لا بقوة بل بخوف. وحين غربت الشمس تماماً برد الهواء وساد صمت غريب، صمت لم يكن يسمع فيه إلا خفقان قلب قيس. وفي تلك اللحظة ظهر من بعيد نور مرتجف، لا هو نور نار ولا نور قافلة ولا نور نجم، بل ضوء صغير كفانوس يرتجف في الريح. اتجه قيس نحو النور بما تبقى له من قوة، وكانت كل خطوة أثقل من التي قبلها. وحين اقترب رأى خيمة صغيرة بين التلال، خيمة وحيدة يتدلى على بابها فانوس يتمايل مع الريح. قال قيس بصوت متعب: هل من أحد؟ تحرك ستار الخيمة ببطء، وخرج رجل في منتصف العمر بوجه هادئ ونظرة كأنها رأت الصحراء سنين طويلة. نظر إلى قيس لحظة وقال: أأنت ضللت عن العاصفة؟ قال قيس وهو يلهث: القافلة ضاعت، كل شيء اختفى. هز الرجل رأسه وقال: الصحراء لا تأخذ شيئا عبثا. جلس قيس فقد كانت قدماه عاجزتين. قال الرجل: قل لي قبل أن تصل العاصفة ماذا فعلت؟ تردد قيس، جف حلقه، لكن الحقيقة كانت كصخرة على صدره. قال بصوت خافت: تركت جملي الأعمى. سكت الرجل لحظة ثم قال: إذن الصحراء تركتك أنت أيضا. أطرق قيس برأسه. لم تكن كلمات الرجل ضربة، بل كانت مرآة. قال الرجل: إن أردت أن تخرج من هذه الصحراء حياً فعليك أن تجد ما تركته وراءك. قال قيس بدهشة: الجمل الأعمى؟ لكنه لا يرى. ابتسم الرجل ابتسامة هادئة وقال: أحياناً من لا يرى هو من يعرف الطريق أكثر من الجميع. تجمد قيس في مكانه. كانت الكلمات غريبة، لكنها حركت شيئاً عميقاً في داخله. رفع الرجل الفانوس وقال: هيا، لم يفت الأوان بعد، لعل القدر ينتظرك. وسار الاثنان في قلب الظلام نحو المكان الذي سيغير مصير قيس. كانت الريح الباردة التي تمر بين التلال الرملية تهمس في أذن قيس
كأنها أغنية قديمة، وكان يمشي خلف الرجل الغريب بخطوات مرتجفة، والفانوس الصغير هو النقطة الوحيدة من الضوء في بحر العتمة. وبعد حين توقف الرجل وقال: من هنا فصاعدا عليك أن تكمل وحدك. دخل قيس الظلام مترددا، ومضى خطوات قليلة، فإذا بصوت مألوف يصل إلى أذنه، صوت هز قلبه، كان صوت أنفاس الجمل الأعمى. اقترب قيس. كان الحيوان واقفا عند كثيب من الرمل، عيناه لا تبصران، لكنه بدا كأنه يشعر بوجود قيس. جثى قيس على ركبتيه ووضع يده على عنق الحيوان، لكن الجمل تراجع بهدوء، لا خوفا ولا غضبا، بل بوقار غريب، وقار يقول: لم تعد سيدي. قال قيس بصوت مكسور: عد، أنا وحيد، أحتاج إليك. لكن الحيوان خفض رأسه وابتعد عنه، كأنه اتخذ قراره منذ زمن بعيد. وفي تلك اللحظة قال الرجل الغريب من خلفه: لقد غفر لك، لكنه لم يعد يثق بك. التفت قيس وعيناه مليئتان بالأسئلة. قال الرجل: أتدري لماذا؟ لأنني أنا من وجده في اللحظة نفسها التي تركته فيها. تجمد قيس. قال الرجل: كان عطشان، متعبا، وحيدا، لكنه ما زال يأمل. سقيته الماء وظللته، وهو دلني على الطريق، وربما لو أبقيته معك لكان أنقذك وأنقذ قافلتك. قال قيس بدهشة: أأنت من أنقذه؟ هز الرجل رأسه: نعم، والآن هو اختار طريقه، واختار طريقك أيضا. أراد قيس أن يتكلم، لكن الرمال انزلقت فجأة تحت قدميه. حاول أن ينهض، لكن الرمال كانت تلتف حول ساقه اليمنى كأنها رمال متحركة. قال الرجل: الصحراء تسترد ما أخذته منها. لم يصرخ قيس، لكن الخوف كان يملأ عينيه. كانت الرمال تهبط ببطء، وقيس يشد نفسه بكل ما بقي له من قوة. نجح، لكن حين خرج لم تعد ساقه اليمنى تقوى على حمله. لقد أخذتها الصحراء منه، لا بعنف، بل بهدوئها البارد المعتاد. سقط قيس على الأرض، وكان نفسه ثقيلا. فقال الرجل الغريب: هذه ليست النهاية، بل بداية الطريق الذي ستسير فيه بساق واحدة، الطريق الذي صنعته بيديك. وكان الجمل الأعمى واقفا بهدوء خلف الرجل. رفع رأسه قليلا، ثم مضى مع الرجل الغريب في عمق الصحراء حتى ابتلعهما الظلام. وبقي قيس بساق واحدة، وبقلب مكسور، وبحقيقة لم يدركها إلا الآن. لا ظلم يبقى بلا جواب، والصحراء دائما تستوفي حسابها.